السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم سيدي محمد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم فلو المقاهي في المول الاسطوري، كذلك بدون بيض بدون فرن بمكونات اقتصاديه موجوده في كل بيت. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. راني متاكده الا جربتوه راح يعجبكم باسكو ساهل وكذلك بنين بنين بالبزاف. نتمنىكم تجربوه وما تنساوش تخليو لي تعليق ديالكم هنايا وكذلك لي جام هكا باش تشجعوني. نروحوا للوصفه نتاعنا على بركه الله. بسم الله. واش نحتاجو فيها؟ هنايا راح نجيبو المول الاسطوري نتاعنا ونجيبو اي نوعيه تاع البسكوي. هنايا اختاروا اي نوعيه تاع البسكوي اللي تكون بنينه، يعني اي كاطو ديروه، يعني بيمو، ماكسون، والله هاد النوعيه تاع الكاطو المهم يكون بنين. قد ما كان الكاطو نتاعكم بنين قد ما راح هاد الفلو المقاهي راح يجيكم بنين. هنايا درت زوج حبات تاع الكاطو، يعني درت الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. لازم ديروا زوج طبقات. هاد الكاطو رقيق بزاف، تقدروا ديروا حتى 3 طبقات. وهنايا نجيبوا كاس تاع الحليب يكون دافي، ونديروه من الفوق، يعني نشمخوا كامل هذاك الكاطو نتاعنا. تقدروا يعني هكا بحبه بحبه تاع الكاطو تشمخوهم في الحليب وتحطوهم في الصنيوه، مي هكا راح تجيكم سهله. نروحوا للطبقه الثانيه. واش نحتاجوا فيها؟ راح نحتاجوا نص لتر تاع الحليب، وراح نضيفوا عليها 4 مغارف كبار تاع الفلو، ولا 3 مغارف كبار معمرين مليح تاع الفلو. انا 4 ما معمرينش مليح. وراح نضيفوا كذلك 2 مغرفات كبار تاع مايزينا، ونضيفوا مغرفه صغيره تاع كاكاو البني، اختاروا النوعيه الجيده. وكذلك اللافاني، من الاحسن ديروا شويه لافاني. هنايا راح نحطوهم على النار ونقعدوا نخلطوا حتى الخليط ديالنا يولي متجانس ويعقد لنا. من بعد نحيوهم فوق النار وراح نزيدوا عليهم 70 غرام من الشيكولا اولي، يعني الشيكولا بالحليب راح تجي بنينه بالبزاف. وكذلك زيد ضفت لها عطر الشيكولا. هنا الا ما كانش عندكم عطر الشيكولا تقدروا ديروا غير لافاني. وراح نديروا هذا الخليط كطبقه ثانيه هنا، ولازم هو سخون نديروه فوق هذاك الكاطو. وراح نخلوه يرتاح لنا مده 10 دقائق ربع ساعه. كما تعرفوا راه الحاله بارده، في الساعه راه يبرد لكم. ونروحوا نوجدوا الطبقه الثالثه. الطبقة الثالثة راح نحتاجو فيها كاس تاع الماء، وراح نضيفو مغرفة كبيرة تاع الفلو، ومغرفة كبيرة تاع مايزينا، ومغرفة صغيرة تاع كاكاو البني، ونخلطو بارد في بارد. من بعد نديروهم على نار متوسطة ونقعدو نخلطو حتى الخليط ديالنا يعقدنا. غير الخليط ديالنا يعقدنا نجيبوه باش نديروه فوق الطبقة الثانية. هنايا شوفوا لي الطبقة الثانية كي تماسكت، يعني ولا القوام ديالها هايل وبارد. راح نديرو الطبقة الثالثة ونسقموا لها السطح ديالها. وهنا في الاخير طريقه التزيين تبقى لكم اما ديروا المكسرات هكا من الفوق ولا شيكولا، تذوبوها وديروها من الفوق، لكم الاختيار. انا هنا درت شويه تاع كاوكاو من الفوق وزينتها، وهنايا قسمتها معاكم. راح تشوفوها يعني كيفاش تجي متماسكه، والقوام ديالها يا حبيباتي بزاف بنين. ودائما نقول لكم الا حبيتوا التحليات نتاعكم يجيوكم ابنان، دائما ركزوا على الطبقه الاولى تاع البسكوي، يكون نوعيه جيده وتكون بنينه هكا، راح يعطيكم طعم بزاف بنين. وثاني الا حبيتوها تجيكم هكا عاليه اكثر، يعني من الطبقه تاع البسكوي ديروا 3 طبقات حتى 4 طبقات. وكذلك كي تجيو تشمخوا الحليب الكاطو نتاعكم، شمخوهم بكاس ونص تاع الحليب ولا 2 كيسان الا كنتو درتو 4 تاع الطبقات. هنايا شوفوا لي كيفاش جات هايله وبنينه. نتمنىكم كامل تجربوها وتبعتوا لي التطبيقات نتاعكم في الانستغرام سيدي محمد. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم نضرب لكم موعد عن قريب ان شاء الله. ما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير هكا باش تشجعوني. وكانت معكم سيدي محمد، مع السلامه.